أعلن ريال مدريد رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد مسيرة حافلة استمرت 14 عاما داخل جدران سانتياغو برنابيو. وقال النادي الملكي في بيان عبر موقعه الإلكتروني ظهر يوم الأحد: اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا. وأضاف: يريد ريال مدريد أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا. وأتم البيان: ريال مدريد هو منزله وسيظل دائما، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته. وأشار النادي إلى أن الثلاثاء المقبل 6 يونيو في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدريد سيقام حفل وداع لبنزيما بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز. وانضم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009 وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وتوج ب25 لقبا: 5 كؤوس أوروبية و5 كؤوس عالمية للأندية و4 كؤوس سوبر أوروبية و4 بطولات دوري و3 كؤوس ملك إسبانيا و4 كؤوس سوبر إسبانية. وكما تؤكد أبرز الصحف الإسبانية والعالمية أن الاتحاد السعودي هي الوجهة القادمة للنجم الفرنسي وصاحب الكرة الذهبية الموسم الفارط كريم بنزيما.